ساندي فخوري. احنا بنقول مرض هي كلمة مش في محلها، لأن هو ده مش مرض، ده اضطراب. ده اضطراب. ده اضطراب متعمد. امان يا خوف، امان يا خوف. الصفات النرجسية هم 9 صفات، لكن 5 منهم كافيين لو في استمرارية وتكرار وأذى عميق وبيعملها من فترة طويلة. غل وحقد وغيرة وحسد. انا لا اقبل ان يبقى في اي حد احسن مني. هل النرجسي يعالج؟ علاجه فيبتدي يشعر بتهديد من الضحية اللي هو خدها أصلا لتلميع الواجهة الاجتماعية. الشخصيه النرجسيه دي عندها ذكاء اجتماعي عالي قوي، لكن غالبا ما عندهاش تعاطف. بالظبط كده، سكينة اتضربت في الإيجو النرجسي. ساندي فخوري. اهلا بيكم في اوبن مايك. معايا انا ساندي فخوري، البودكاست اللي من خلاله بنتعمق في القصص الحقيقيه والتجارب اللي بتشكل حياتنا والمواضيع المهمه اللي احيانا بتغيرنا من غير حتى ما نلاحظ. حلقتنا النهارده عن واحد من اخطر واكتر المواضيع اللي ناس كتير بتعيشها بصمت: النرجسيه. النرجسيه من اكتر الكلمات اللي بنسمعها دلوقتي، لكن هل فعلا كل شخص اناني او مسيطر نقدر نقول ان هو نرجسي؟ وهل النرجسي بيكون واضح من البدايه، ولا احيانا بيكون شخص ناجح جذاب والناس كلها شايفاه مثالي؟ ازاي اعرف ان انا قدام شخص نرجسي فعلا؟ وهل النرجسي بيتغير؟ وليه ناس كتير بتفضل مستمره في العلاقات دي رغم الالم؟ وهل فعلا النجاه منها ممكنه؟ عشان نفهم الصورة بشكل أعمق منورني النهاردة الأستاذ عماد الضفراوي، أخصائي نفسي وتربوي وعضو اتحاد المعالجين النفسيين العرب. أهلا بيك يا أستاذ عماد. أهلا أستاذ سامي. الموضوع صعب قوي الحقيقة، وأنا بذاكره كنت بتكلم معاك قبل الحلقة أن الموضوع صعب، بس خليني أبتدي من حاجة من البداية. ليه إحنا بنتكلم عن النرجسية؟ أوكي. هو النرجسية موجودة من زمان، ولكن حصل زي ما تقولي وعي، لأنه الآثار التدميرية ما كانتش ملحوظة زمان لعدم انتشار الوسائل اللي بتنقل للعالم دلوقتي لحظة بلحظة، من حتى يعني قد يكون من العالم، من كل حتة في العالم. صح. احنا بنعرف لحظة بلحظة ايه اللي بيحصل. السوشيال ميديا ساعدت كتير جدا، الإعلام ساعد كتير، وانتشار السوشيال ميديا خلى ان يبتدي يتخلق وعي للنرجسية. النقطة الثانية انه النرجسية دي بناء على الدراسات، هو مفيش دراسات في الوطن العربي الحقيقة يعني. انا قعدت ادور برضو، كان الموضوع مش موجود. صح. لكن الدراسات وهي اغلبها من امريكا بتقول ان في تقريبا نسبة 6% من الشعب عنده نرجسية او سمات نرجسية، وده نسبة عالية جدا جدا طبعا، لأنه النوع ده من المرض، احنا بنقول مرض هي كلمة مش في محلها، إن هو ده مش مرض، ده اضطراب. ده اضطراب متعمد. متعمد. وده الفرق بينه وبين المرض. لما نقول ده مريض نرجسي، مريض بالنرجسية، فأنا هنا بديله عذر. ودي اللي بتعمل مشاكل كتيرة بعد كده، وهنتكلم عنها بالتفصيل مع حضرتك. ببساطة كده لو تقدر تشرح لنا ايه هي النرجسية علشان نقدر نفهم الناس الطبيعية هو يعني ايه شخص نرجسي. تمام. كلنا بلا استثناء بنكتسب سلوكياتنا اللي بتتحول لصفات خلال نشأتنا لغاية 18 سنة. صحيح. اللي بيتكون فيها جهازنا العصبي مع جهازنا الجسماني والعضلي. الاثنين ماشيين بارلل مع بعض، بس احنا يمكن ما بنشوفش جهازنا العصبي ايه بيحصل فيه، فما بنبقاش عارفين الديفلوبمنت بتاع الجهاز العصبي. صح. الشخصية النرجسية بتعاني في خلال نشأتها بناء على البيئة اللي هي عايشة فيها، وبناء على عدم الحصول على إحساس الأمان. إحساس الأمان ده أهم حاجة ربنا خلقها في الإنسان. نمبر 1. طبعا. الإنسان بيدور أهم حاجة عنده على الأمان، والطفل من ساعة ما بيتولد لغاية سن 18 سنة وبيفضل معاه بعد كده، هو بيبحث عن أهم احتياجين: احتياج الأمان واحتياج الغذاء. وبالنسبة له جهازه العصبي بيتبرمج بناء على اللي بيشوفه حواليه أو بيسمعه أو بيكتسبه من خلال الحواس الخمسة، وبتتسجل وتتبرمج عنه يا إما أمان يا إما خوف. وكل حاجة في حياتنا مترجمة إلى هذا: أمان يا خوف، يا أمان يا خوف. أنا لما بشوف عصفورة وأنا طفل صغير، العصفورة دي بالنسبة لي لقطة.
اللقطة دي بتتخزن في مخزن اسمه مخزن ذكريات. مم. مخزن الذكريات ده بيخزن كل ما يمر بحياة الإنسان عن طريق الحواس الخمسة، ولكن بالعناوين. مم. الجزء الثاني اسمه مركز المشاعر والأحاسيس. مركز المشاعر والأحاسيس بيترجم الصورة اللي اتشافت أو اللي اتسمعت أو اللي اتلمست أو اللي اتشمت أو تذوقها إلى بفرح، مشاعر وأحاسيس، يا إما حزن. خوف يا إما أمان. خوف او امان. وترجميهم بقى زي ما أنت عايز. مم. أوكي. فلما الطفل أول مرة بيشوف العصفورة بيحصل عنده ريجستريشن في مركز ذكريات. مم. بيجي الاب او الام او ايا كان اللي معاه الجيفر اللي معاه، بيقول له شايف العصفوره لطيفه بتطير، بيبتدي يديله مشاعر واحاسيس عن العصفوره. حلو قوي. اتبرمج عنده ان العصفوره مشاعر امان، هيفضل في حياته كلها مشاعر. كل ما يشوف عصفوره مشاعر امان. الكلب اللي بيهوى في الشارع مشاعر خوف، كل ما هيشوفه مشاعر خوف. لو حصل برمجه خاطئه هيتعامل معاه في حياته بعد كده، الا لو عملنا اعاده للبرمجه. مخزن ذكريات يا فندم اسمه العقل الباطن، العقل الباطن، السبكونشس. ومركز المشاعر والاحاسيس اسمه العقل الواعي. والاثنين بيشتغلوا مع بعض بسيمتريه عاليه جدا، لكن العقل الباطن لا يفقه، والعقل الواعي بيستلم المعلومه ويترجمها مشاعرين حسب ما هو متبرمج. حلو قوي. نخش بقى على النرجسي في سؤال حضرتك. مظبوط. بيترجم النرجسي المشاعر ده بقى ازاي؟ بيحصل عنده ديفلوبمنت لسلوكيات مع التكرار، بتبقى صفات السلوكيات دي يدافع بيها عن نفسه او يترجم بيها رد فعله خلال المجتمع. فالطفل الصغير اللي بيتضرب بيحصل عنده سيلف ديفense ميكانيزم ايا كان، دفاع عن النفس، دفاع عن النفس بشكل ما. تمام. الطفل اللي مثلا ابوه ضربه لسه واخده قلم، وهو بعد كده بيقول له انت عارف انا بحبك قد ايه، فهو هنا شاف حاجه وسمع حاجه تعادل. هو التعلم اللي شافه ان هو مش جدير بالحب. ما الاطفال فطره تتعلم من سلوكياتنا، مش بتتعلم اللي بنقوله. مظبوط. وهي فطره صح. وربنا خلقنا فطرتنا جميله، فالطفل هيلوم نفسه دايما. فبيطلع انا عايز اتحب، هعمل ايه عشان اتحب؟ مع الوقت بيكتشف ان هو لو كذب على الناس وادى صوره غير الحقيقيه فانا هحصل على الحب اللي انا عايزه. فبيتعلم التمثيل وارتداء الاقنعه، وبيكتسبها سلوكيات من وهو صغير، وبيبتدي يذاكر ويعيد كتابه سيناريوهات ويخرج ويمثل اللقطه زي مش ما حصلت، زي ما هو دماغه ترجمتها في الديلوجن بتاعه عشان يحصل على التقدير اللي هو مش عارف يحصل عليه. فبيكتسب من السلوكيات دي صفات. الصفات دي بتكون صفات مستمر ومتكررة وعميقة الأثر السلبي المؤذي على الآخرين، ومن هنا تتولد النرجسية. في مرة سمعت انه الجملة دي قالت انه النرجسية دي قصة انت بتعرفها من الاخر مش من الاول، لانه بتشوف الشخص النرجسي فبتعرف انه في حاجات اتعملت وهو صغير فطلعته نرجسي، لكن في اوقات كتير قوي انه نفس الحاجات اللي اتعملت مع حد تاني مع طفل تاني مش هتطلعه نرجسي. فانت دي قصة انت بتشوفها من الاخر للاول مش من الاول لاخر، لانه نفس الحاجات ممكن تتكرر مرتين. طيب ازاي اقدر افرق ما بين انه ده يوم وحش لشخص وده شخص أساساً نرجسي؟ تمام، سؤال ممتاز. واحنا اتفقنا انه الصفات النرجسية هم 9 صفات، لكن 5 منهم كافيين لو في استمرارية وتكرار وأذى عميق وبيعملها من فترة طويلة. بمعنى انه ممكن حد شاف حادثة اديله 2 3 4 unconscious بيزعق بيصرخ في تروما، واحد والدته ماتت، حد حبيبه، فده ما اقدرش احسب سلوكياته لان هي اتغيرت من لحظة التروما دي. لكن هترجع تاني temporary. فتتكلم على استمرارية الصفات هي دي اللي بتخليك تثبت انه ده شخص نرجسي او شخص بيمر بظروف صعبة. بالظبط. ايه الكرايتيريا اللي تخليني اعرف ان الشخص ده نرجسي؟
الصفات بقى هم 9، هقول اهمهم واللي هم مدمرين. نمبر 1 الكذب. كذب. لو حللنا دكاترة التحاليل لو حللوا دمه بيكذب. كرات الدم الكاذبة البيضاء وكرات الدم الحمراء، في كرات دم 99.9 كاذبة. وبيكذب للكذب لأن هو في ديلوجن في حياته كلها، هو بيبرمج نفسه. طب أنا هقول إيه عشان أخد الفاليديشن؟ صح. فده نمبر 1. والكذب هو الصفة الرئيسية اللي إبليس خدع بيها آدم. صح، مظبوط. والكذب سبحان الله نلاقي إن ربنا ما شرعلوش عقوبة. قال دي عندي أنا لما تقولي. عملية خطيرة جدا، لأنه الكذب بيدمر طبعا. تمام. نمرة 2 أنا بسميهم 4 في 1 كومبو. حلو قوي. اللي هم إيه؟ عارفة لما تروحي ماكدونالدز أيوه بالظبط، هناخد الكومبو بتاعنا. كذب، غل وحقد وغيرة وحسد. غل وحقد وغيرة وحسد. لأي حد هو عقله صور له إنه ده أحسن مني. أنا لا أقبل إن يبقى في أي حد أحسن مني. لا يمكن. أنا أعظم إنسان على ظهر الأرض. نفس الكرايتيريا بتاعت إبليس. أنت ما سجدتش ليه؟ أنا أحسن واحد. أنا أحسن واحد في الدنيا. طب أنت هتروح جهنم، مش مهم، بس مش هسكت. تمام. فأدي النرجسي. عشان كده إحنا بنقول علاجه، ما هو أنا عايز أشتغل على دي. أنت مش أحسن واحد، أنت فيك عيوب. هو مش بيشوف. لا 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 لا، ده ينهار لأنه عاش حياته كلها يداري عشان أحصل على الفاليديشن، على الحب اللي أنا بدور عليه. فهي كلكيعة، تأكيد للحب اللي أنا بدور كلكيعة عليه. بس كلكيعة مع سبق الإصابة والطرش. تمام. نيجي للصفة اللي بعد كده، الخيانة. هو خاين في كل شيء، وما تقوليش خيانة زوجية، خيانة. خاين الأمانة بكل أنواعها وأحوالها. نمرة 4 أو 7 بقى لو يعني ماشي. السيطرة الكاملة على الشخص الضحية. they are control freaks، مهووسين بالسيطرة. أسيطر على اللي قدامي عشان أتحكم فيه، فسيطرة وتحكم. نمرة 8 بيمارس صفة تقطيع الأرحام من جذورها. صفة تقطيع الأرحام، يعني هو تقطيع الأرحام من جذورها. مش عايز حد يبقى ليه علاقة بيه، سبورت، مش عايز داعم للضحية أيا كان الداعم ده. يبدأ بالأصدقاء للضحية طبعا. لو هي مراته، أختها بتحبها، اقطع علاقتك بأختك. هيشتغل على أختها ويكذب ويلفق تهم ويتبلى بالباطل وبالزور وبالبهتان، يقول لها أختك بتعكسني. يخبطها في الحتة اللي هي ما تبقاش عارفة هتكلمها ازاي وتقول لها ايه. اللي هو الهدف ايه؟ انا لازم اقطع صلتها باختها، لان اختها شايفاني، هي لسه مش شايفاني. اختها شايفه حياتي. وده الالهام اللي بيحصل من ربنا سبحانه وتعالى، ان اغلب دعم الضحيه بيبقوا شايفين النرجسي، بس الضحيه ما بتبقاش شايفه، وهنشرح ده. تمام. ويجي اخيرا حب المال باي طريقه وباي صفه، لان المال بيمثل بالنسبه له الباور، بيمثل بالنسبه له الوجاهه، التحكم. وفي سبيل حصوله على المال ده هو عنده مبدأ الاستحقاق. الاستحقاق ان انا استاهل كل حاجه. انا دي يعني مثلا حضرتك زوجه، بلاش حضرتك بعد الشر عليك. لا لا. شخص متجوز واحده، تمام، فلوسها دي استحقاق ليا، ذهبها ده بتاعي. هو في دماغه، هو مش هيقولها كده، بس هو هيتعامل على اساس كده. هو كده هيتعامل على اساس ده. هيقول لها ايه؟ وده حضرتك بيحصل معايا كتير قوي. انا دلوقتي اقول لها ايه؟ باتي ذهبك. يا نهار اول جلسه، اول سؤال اقول لها باتي ذهبك، تقول لي انت عرفت منين؟
واخده بالك؟ او مثلا يكون عندها بيت يقول لها بيعيه ونشتري بيت كبير ونعيش في فيلا تبيع البيت ويقول لها نكتب البيت التاني بقى باسمنا احنا الاثنين. لا فكاك، وهي بقى شافته على حياته عايزه تطلق. طب ما هي لبست البيت هتعمل فيه ايه؟ بيعي بقى البيت. لا اتنازلي بقى عن النصيب. مرعبين. استغلال وسيطره زي ما انت كنت بتقول. ازيدك من الوصفات؟ يا ريت. احنا عايزين نعرف اكتر عن الشخص النرجسي. هو يعني باختصار بيدور حول الايجو، ان انا احسن واحد في الدنيا، وان مفيش حد يجرؤ انه يحاول انه يبقى احسن مني، ولو حاول يثبت انه احسن مني انا هدمره. لكن مع كده العالم الخارجي بالنسبه له هبهرك يا عالم الخارجي. هل الشخص النرجسي بيبقى عارف انه نرجسي ولا حاسس ان ده شيء طبيعي؟ اضحك حضرتك، انا دلوقتي السايت بتاعي عندي فولوز كتير جدا. هايل ما شاء الله. كتير منهم نرجسيين بيتعلموا عشان يطبقوا الحاجات. وبعرف ازاي لما الزوجه او الزوج يجي يقول لي دي مراتي عندك وهي اللي قالت لي عليك، ويبتدي يحكي لي. لا نرجسيه، انت بتحكي باي ذا بوك يعني. لكن هي بتراقب وبتشوف. يعني هم النرجسيين المين بلاتفورم بتاعهم حاجتين، مع احترامي طبعا، السوشيال ميديا، لان دي بتسمح له انه يعكس حاجه مش حياته. وتلاقيهم على طول على السوشيال ميديا اكتف، وبيغيروا نفسهم، بيغيروا الصور ويحطوا صوره جديده ويحطوا مش عارف، ويعشقوا التصوير. والمكان الثاني مع كافه الاحترام الجيمات الخاصه. الجيم عشان هو بيبقى مهتم بنفسه جدا، مهتم بجسمه، مهتم بشكله. فده بلاتفورم اصطاد منه الضحيه. والجيم مع احترامي طبعا، الست اللي بتبقى رايحه الجيم بتبقى رايحه عشان عايزه تحسن من شكل جسمها ورياضيا وكل حاجه. بقى انا بنصح دايما لو في عميله معايا مشتركه في نادي اقول لها روحي جيم النادي. لانه الكوميونتي هنا معروفه صح. انما الجيمات الخاصه انا ما اعرفش. طبعا في جيمات طب بس انت انا ما اعرفش ومحدش يعرف. بمناسبة السوشيال ميديا، هل حضرتك بتعتقد ان السوشيال ميديا ممكن تخلق شخص نرجسي ولا بتعزز نرجسية الشخص؟ بتعزز. هي السوشيال ميديا بتعزز كل حاجة صح او غلط حسب ما انا شايفه. لكن ما تخلقش شخص نرجسي. لا، هو الشخص النرجسي لما بيخش على السوشيال ميديا هو اوريدي في تريتس، فبيخش يعزز هذه التريتس عن طريق انه انا عايز لايكات. انت فاهمه المنتاليتي؟ انا عايز لايكات، انا عايز فاليديشن، مش هعرف اعيش. انا عايز الناس تبقى معجبه بيا. انا لو بصيت في المرايه هعرف حياتي، انا مش عايز اعرف حياتي، انا لازم اخدر نفسي. كنت في مره قريت حته انه النرجسي ده حتى لو عارف ان هو شخص نرجسي بيحس ان دي ميزه عنده، لانه انا بالطريقه دي انا زي ما حضرتك بتقول انا ببهر العالم، انا شاطر، انا بيشعر بالفخر من نفسه انه عارف يغش ده ويضحك على ده ويسرق ده وينهب ده. استحقاق عالي جدا. لكن هل هو عارف انه نرجسي او لا؟ هو الاجابه شائكه. انما انا اقول لك السمبل فلات انسر، هو عارف انه بيأذي الناس. هو عارف انه بيأذي الناس، هو متعمد. لان في سلوكياتهم كل حاجه عنده ميكس والعكس. يعني ايه ميكس والعكس؟ يعني انا قادر على ان انا اسعد هذا الشخص او مرؤوسي في العمل، واقعد اديله كلام حلو جدا، وتاني يوم في الاجتماع امسح بيه الارض قدام الناس كلها. لا لسبب الا ان انا عايز اكسرك عشان انت عارف ان انا احسن منك. قد ايه العلاقات اللي فيها شخص نرجسي دي ممكن تأذي الضحية؟ يعني تأذيك نفسيا او تأذي نظرته لنفسه او للعالم اللي حواليه. هو برضو عشان بس ما نعملش تخويف للاودينسز واللي بيتفرجوا علينا وبيسمعونا، الشخصية النرجسية بتروح للي ربنا أراد إنها تروح له، لأنه شخص مميز جدا. شخص عنده مستوى عالي من الطاقة الإيجابية والوصول والكونكشن مع ربنا، لكنه محتاج يظبط شوية حاجات. وأنا دايما أقول بيبقى عندهم صفات ملائكية، لكن بيستخدموها غلط. أنت عايش مع بشر،
والبشر فيهم الكويس فيهم الوحش فيهم الشيطان. صح. فما ينفعش انك تتصرف تصرف ملائكي مع شيطان هيزيك. فالنرجسي ما بيروحش الا لافضل الناس الموجوده على ظهر الارض، بيروح لهم في الاول عشان يكمل صوره الواجهه اللي رسمها، لكن few days later بعد كام يوم بيكتشف ايه ده، انت احسن مني، وبيبتدي الضحيه تطالب questions accountability responsibility. مسؤوليه. no way. هو لا يتحمل مسؤوليه. ما هو مسؤوليه يعني ايه؟ يعني انا غلط، يعني انا عملت حاجه غلط. accountability يعني انا مش مظبوط التصرف بتاعي على ايه؟ فبتحاسبني، لا يمكن اسمح لك تحاسبني. فيبتدي يشعر بتهديد من الضحيه اللي هو خدها اصلا لتلميع الواجهه الاجتماعيه بتاعته. والضحيه سواء زوج او زوجه، احنا هنا بنتكلم عن العلاقات الزوجيه بس هي عموما يعني منتشره ومش هنتعمق بعد كده. لكن في العلاقات الزوجيه لو هو زوج وواخد الزوجه دي بتلاقي حضرتك عندها ميزتين من اهم ما يمكن. she's a family person. حد بيحب العيله. العيله بالنسبه لها توب برايورتي. ونمبر 2 يعني هو بيربطها من العيله بالزواج، فده شرعا قانون. وبيربطها بيولوجيا بالاولاد. فهي فاميلي وريسبونسبيلتي، عشان ولادها هتعمل اي حاجه، او هو عشان ولاده هيعمل اي حاجه. فيبتدي يتحمل، ويبتدي المجتمع يقولوا لها معلش استحملي، او يقولوا له معلش ما تطلقش عشان العيال. ويبتدي التطبيع المجتمعي يضغط على الضحيه اللي مش قادره تفهم اللي بيحصل، لان كل الناس شايفينه ملاك. وهي دي الفكره، انه انا بشوف انه هو شخص نرجسي، لكن هل هو بيظهر نرجسي قدام الناس؟ نو واي. انا عايز اظهر باحسن صوره ممكنه. تلاقي حضرتك بيشتري عربيات وساعات ولبس وولاده مش لاقيين ياكلوا، لكن صورتي انا قدام المجتمع هي دي المهمه. ولو الست اشتكت يقول لها انت مسرفه، ولو حاولت تدخله في اي حاجه يقول لها فاكره لما عملتي كذا كذا كذا. ما هو الدخله بتاعته في الاول بيبني لها فايل. بيبني لها فايل بمعنى ايه؟ بمعنى انه بيدرس كل الفلوس بتاعتها، كل العيوب بتاعتها، وبيفتح لها، او مش قلبه ما عندوش قلب، بيفتح لها، يعني بيديها انطباع ان انا اسمعك. فهي عمرها ما اتسمعت قبل كده، او محرومه من انها تسمع، لانها خدت حب مشروط او خدت حاجات كتيره يعني. ده بيسمعني، فتبتدي تحكي كل حاجه، كل اللي حكيته ده بيتسجل عنده، فبياخده كنوع من اللي هو ايه، الدليل ضدك. الموبايل بتاعهم هو الموبايل ده حياته. في الموبايل ده تلاقي فولدرز وصور سيديات وسيديات على رأي سيديات. فبياخد بقى حاجات اوت اوف كونتكست ويتهم بيها. ومع الضغط على الضحيه، لان هو بيخش على جهازها العصبي يدمره. طب احنا كنا بنتكلم على ازاي ده بيأثر على الضحيه. تمام. الشخصيه النرجسيه بتخش على الجهاز العصبي بتاع الضحيه. زي ما حضرتك هنتخيل كده ان انا في عصابه عايزين يسرقوا بنك. حلو. فانا هدرس البنك ده، هدرس المواعيد بتاعته، هدرس ساعات الفلوس بتيجي امتى، بتتحط ازاي، موظفين كام موظف، كل حاجه. وابتدي اشوف الجارد بتاعهم امتى بيريح، امتى مبقاش السكيورتي عالي. واهم حاجه عندي انا عايز ابطل الكاميرات، لان هي دي. فعند الضحيه الكاميرات هي الجهاز العصبي. فانا عايز اشوش على الجهاز العصبي. فده اللي بيعمله، بيخش يشوش الجهاز العصبي كله عشان يقدر يقوم بسرقه البنك بارتياح. ازاي بقى يا فندم؟ بيعمل حاجه بنسميها لخبطه كيمياء المخ. ازاي بقى بيعمل؟ عن طريق انه في البدايه بيديها او بتديله اللاف بومينج. اللاف بومينج اللي هو قنابل الحب. قصف قنابل الحب مرعب. فهي تديله كل الحب. فهي تديله، ومش بس تديله الامان، الثقه.
والثقه، وبيحصل عندها افراز لهرمونات السعاده، اندورفين واستروجين، سعاده طويله. طبعا. ده خدت كل حاجه اهتمام. انا مرغوبه، انا بيهتم بيا. يقعد لها تحت البيت بال 24 ساعه، يسمع انها تعبانه يجري جري يجيب لها ورد ومش عارف، ويروح لها البيت او المستشفى او الجامع او ايا كان يعني، ويفضل قاعد يقعد في عربيته بالساعات يعيط يحكي للناس انه مش عارف يعيش من غيرها. فالضحيه تصدق او هي تحكي له ان هي حياتها من غيره بتتدمر. فقنابل الحب الاولانيه دي بتعمل افراز رهيب لهرمونات السعاده اللي الضحيه بتعاني من فراغ فيها، لان هي بتاعت مشاعر، بتدي مشاعر بالجمله، فبيحصل عندها فراغ عاطفي. هايل. لما بيحصل فراغ عاطفي ده هو بيجي يعوضه بشكل كوندنسد، فبيحصل عند الضحيه شيء من، عارفه واحد اول مره في حياته كان مع اصحابه وراحوا لتاجر هيروين، هم بيتعاطوا، فالتاجر قال له خد الحته دي، فقال له لا انا، قال له خدها ببلاش خليها في جيبك. فعلا خدها، وفي مره حصل له ازمه كده قال طب ما اجرب، فجرب، فحس انه طاير في الهواء، فادمن. فتاني مره راح فاداله حته اصغر، تالت مره بقى زبون. اوكي. فهو تمام؟ اوكي. فالنرجسي بيعمل كده، بيديها قنابل الحب تدمن تفرز ده، وبعدين يجي بعد شويه يخبط مشكله، فالجهاز العصبي يتراجع ويبتدي يفرز كورتيزول وادرينالين عشان صح. يحذر، صح. اليرت، في مشكله، في حاجه خطر. فيروح هو عامل بقى ايه، بريد كرامز، فتات الخبز. لا انت زعلتي او انت زعلت، لا حقك عليا، بس انت اللي عملت كذا، لو انت ما كنتش عملت كذا انا ما كنتش هعمل. فاللوم يقلبه على الضحيه، يقلب على الضحيه. فالضحيه تعمل ايه هنا؟ العقل ما استوعبش ان ده اندورفين ولا استروجين، لا ده دوبامين، سعاده لحظيه. زي ما حضرتك كده ايه تعدي قدام، مش عايزين نعمل دعايه بس لحد، بس انا اشم ريحه تجنن، ادخل اخد اكل الاكل وجبه الاكله الحلوه قوي، واول ما اخر قطمه الندم طبعا يجري على التراك بقى بالظبط كده، عوض الساندوتش بهدلنا. فالدوبامين يروح مديها فتات خبز دوبامين، فالعقل يفرز دوبامين، لكن هو محتاج يملى الفراغ بالهرمون السعاده الطويل. ماشي، هيمشي بالدوبامين، يجي بعد كده يخبطها كورتيزول دوبامين كورتيزول دوبامين، لغايه ما عقلها اتسيستم ان ده مصدر السعاده بتاعي، هو ده اللي هيديني الادمان اللي انا عايزاه. وفي نفس الوقت عقلها حس انه انا دايما الغلط، بيبتدي بقى يبرمجها بقى، انت الغلط، انت السبب، انت بتنسي. ما هو هاجم بقى، ما الكورتيزول ده حضرتك لما بيهاجم، في حاجه عندنا في دماغنا اسمها اللوزه الدماغيه، اللي هي فيها العقل الباطن والعقل الواعي، دول ما لهمش دعوه بكميه المخ، لكن اللي بيحصل فيهم انه بيخزنوا جميع انواع الذكريات. لو انا بتهاجم من اللوزه دي بكورتيزول، الكورتيزول بيعمل ورم في اللوزه، وبيعمل بريشر على حاجه اسمها الهيبوكامبس او الحصين، يعني مش عايز ان ندخل في ولكن البريشر ده بيخلي مخزن الذكريات مزنوق، فما عندوش غير الذكريات اللي هي ريسنت، الحاجات القريبه المتكرره اللي عقله بيجيبها طول الوقت، عشان هو ماشي walking on eggshells، ماشي على eggshells عشان ما يزعلش الحبيب، عشان يديله هرمون السعاده. فكيمياء المخ كلها تتلخبط، فالجهاز العصبي يحصل له اتاك بالكورتيزول، ولما يحصل اتاك بالكورتيزول الجسم يبتدي يدافع عن العقل عشان ما ينهارش. ربنا سبحانه وتعالى جعل لنا احساس الامان، ثم الغذاء، ثم الحفاظ على العقل. كل انسان في الدنيا لازم يحافظ على عقله طبعا. فانا مش بعرف احافظ على عقلي لان عندي اوفر ثينكينج ومتوتر ومش بنام، يروح جسمي داخل يقول لي لا انا هدخل افديك. اضعف حته في جسم الانسان معدته يفهم. تبص تلاقي اول حاجه ايموشنال ايتنج، يقعد ياكل بشراهه او يبطل خالص، او يبطل اكل، ايموشنال ايتنج. الاكل العاطفي، يخش بعديها الاكل العاطفي، يخش بعديها الاضطراب المعده، يخش بعديها ارتجاع المريء، يخش بعديها لغايه ما يوصل قولون عصبي. قولون عصبي يبقى انا حرمت جسمي من الفايده الغذائيه اللي انا باكله، فكل اللي بيتاكل
مش مستفيد منه، فجهازي العصبي كله بيتأثر، مش عارف انام، يخش بعد كده على يخلص المعدة يخش على الجهاز التنفسي، مش عارف اخد نفسي، فبالتالي صداع نصفي، يبقى مخي مش واصل له اكسجين، يبقى حضرتك مدمرين. وفي كتير من الضحايا بيفكروا جديا في الانتحار، وفي منهم اللي بينتحر. فأعرف واحدة صاحبتي كان جوزها نرجسي، فكان مثلا يقول لها احنا مثلا يعني احنا ما رحناش الهرم قبل كده، فهي تيجي تقول له لا احنا رحنا، يقول لها احنا ما رحناش، فتطلع له صور ان هم راحوا الهرم. ايه ده، هو انت بتطلعي لي دلوقتي، هو احنا العلاقه ما بيننا ان انت بتطلعي لي تذليني بالذلل وتثبتي عليا وان انا ناسي وانا ومش عارفه. حرامي وانا. فهي كانت حبيبتي في الاول ما تبقاش فاهمه، هو انا يمكن غلطانه، يمكن انا ما كانش لازم اقول له كده، يمكن كان لازم اقدر ان هو ناسي، مش لازم بضغط واتحطت في شاكه في نفسها، كل انها حاجه طول الوقت بتقولها. شاكه انه انا اللي غلط، انا اللي كان لازم اعمل كده، او انا اللي بلوم نفسي، يا ريتني ما كنت عملت كده. فقد كده هو شككها في حياتها، في هاجم الجهاز ذكرياتها. العصبي، هاجم الجهاز العصبي. هاجم الجهاز العصبي، فاصبح المريض ده عنده تعلق مرضي بيه، وارتباط شرطي بان سعادته في وجود هذا الانسان، برغم ان هذا الانسان بيأذيه، بس عقله مترجم ان هو اللي بيحميه من الاذى. النرجسيين عادة بيكذبوا اي نوع من الناس. النرجسي ما بيكذبش حد. ما بيكذبش حد. لا، النرجسي بينجذب لحد، بينجذب للناس اللي ربنا مديهم صفتين: القبول، وتلاقي نور في وشه، وتلاقي ان حضرتك قعدتهم مع الناس لو في المدرسة في الجامعة في الأصحاب في طاقة إيجابية، بيحبوا الشخص ده، ينجذب ليه، وينجذب للشخص اللي المشاعر عنده بحار. بس حضرتك قلت انه لا يكذبوا احد، لكن هم مفروض ان هم اشخاص ناجحين. ناجحين وعندهم كاريزما. هو حضرتك النرجسي بيصطاد الضحية، هو اللي بيصطاد هو بيصطادها، اول ما بيشوفها بيعمل دراسات، خش بقى على السوشيال ميديا بتاعتها، على اصحابها، بيتكلم مين، بتخرج فين، ممكن يراقبها، ممكن يسأل، يعمل كل حاجة، ولما يحس هي دي مناسبة يروح داخل عليها بالفرشة بتاعته، ايا كان بقى، نجح في العمل، مدير، مشهور، مش ايا كان يعني. هل الضحية ممكن تشوف الحقيقة، ولا هي فعلا بيتم التلاعب بدماغها لدرجة ان هي مش شايفة حقيقة الشخص اللي معاها؟ الضحية مش بتشوف الحقيقة، لكن بتشوف ان في اذى، وبتفضل ما بين، عارفة كرة البينج بونج، بتضرب وترجع وتضرب وترجع. صح. لان المجتمع اللي حواليها بيكذبها، لانه مش شايف منه ولا حاجة من الاذى اللي هو بيعمله فيها. هو مرتدي القناع، هو حضرتك عنده 10-15 قناع، النهاردة قناع الورع او المتيم، فمثلا هنفترض ان هو راجل او ست، عشان الناس بتقول ان انا بتكلم عن الرجاله، هم عن اكتر الرجاله اللي هم نرجسيين، هنقول انها ست نرجسيه. اوكي. فبتروح على هذا الرجل، هم مثلا مخطوبين، تخلي كل اللي حواليه يقولوا له دي متيمه بيك. ليه؟ لان هي قاعده بتتامل في تعبير وجهه. في واقع الامر هي بتدرس لما بيغضب بيعمل ايه، وتعبيرات وشه بتعمل ازاي، بحيث ان خلاص كونت الفايل، فهتعرف تدوس على انهي زرار. بيتحول الشخص الضحيه ده نقط ضعف، هي ريموت كنترول، بتعرف تدوس عليه، هي بتحسب كل نقط ضعف انا ادوس ازاي عليها. حضرتك انت متخيله شخص قرر ان حياته انا همثل وهاتقن الادوار، هم محترفين في فرجه على الافلام، وانا يعني ليه معاشات، فكان تقول لي اتعلمت ايه من الفيلم، فاستغرب واحاول بقى لازم اقول لها انا اتعلمت ايه من الفيلم. بتقول لي انا يعني مش عايزه ابين ان انا شخص. لكن بعد كده مع القراءات والدراسه فهمت هي بتتفرج على الفيلم علشان تدرس البطل بيعمل ايه في المواقف دي،
والبطله بتتصرف ازاي في المواقف دي تحت البريشر وتحت فبيطلعوا محترفين في التمثيل. يعني على كلام حضرتك انه الشخصيه النرجسيه دي عندها ذكاء اجتماعي عالي قوي، لكن غالبا ما عندهاش تعاطف بالظبط كده، اجتماعي خالص. تمام، حضرتك قلتي الفريز الصح. يعني ما بتتعاطفش مع الشخص. عنده كوجنيتيف امباثي بس ما عندوش امباثي، يعني فاهم يعني تعاطف بس ما عندوش تعاطف، فبالتالي اخطر لانه عارف كويس قوي يلعب بحاجه ما يحسش بيها. ايه الفرق ما بين ان انا يعني شخص عادي بيتلاعب بشخص كده وبين ان هو شخص نرجسي وبيتلاعب بالضحيه اللي قدامه؟ ماشي. التلاعب كتير. لو بنقول تلاعب عاطفي لانه ده اكتر تلاعب هو مجرم دوليا في القانون الدولي، مجرم اسمه ايموشنال ابيوز، لاني بعتمد على اني اتلاعب بمشاعرك. صح. فانا لما بتلاعب بمشاعر الشخص اللي قدامي فانا سيطرت عليه سيطره كامله. لو انا بتلاعب حاجه كده بس احنا اصحاب او عايز حاجه في الشغل وعملنا برانك عليه وبتاع وصورنا وضحكنا وخلاص ماشي عادي. لكن لو انا بتلاعب بنيه ان انا اذي هذا الشخص فهو ده الايموشن ابيوز المرفوض تماما. هل الشخص النرجسي بيعمل اسقاط للضحيه؟ يعني بيبقى هو عنده مشاكل وبيسقطها للضحيه؟ مظبوط. حضرتك تتعجبي ان النرجسي بيعمل حاجتين. بيقول هو هيعمل ايه في احيان كتير. بيقول هيعمل ايه؟ بيكشف ورقه يعني. بيقول بس مش عن طريق كشف الورق، عن طريق التهديد. تمام. يعني مثلا يقول لها ايه، والله هي مش عاجبك انا هطلقك، ويفضل شغال انا هطلقك. واول ما هي تيجي تقول طلقني، لا انا ما بطلقش، روح اخلعيني مثلا. لو هي ست وهو راجل، لما هتخلعه هيحصل ايه؟ طبعا نمبر 1 الامور ماديه بس سيبك منها. تمام. اللي اهم من ده هو خد الخيط اللي عايز يشتغل بيه. تشويه السمعه، حرمتني من عيالي، خربت البيت، تعرف واحد تاني عليا، ويبتدي يطلع بقى. عارفه الشاتس اللي بينهم مع الواتساب، ياخد اوت اوف كونتكست ويطلع. لما قالت لده يا حبيبي، شايفين دي كاتباله يا حبيبي، وهي ممكن مثلا ايه يا حبيبي مش كده، انما هو شال مش كده، لان دي مش هتخدم الغرض بتاعه. مرعبين في النفاق. هل النرجسي يقبل النقد؟ هل ابليس يقبل النقد؟ لا يقبل ابدا. النقد بالنسبه له سكينه اتضربت في الايجو النرجسي، لا يتحملها ولا يسمح بها. هو كل مشكله النرجسي ما تكشفوش حقيقتي، اللي هيحاول يكشف حقيقتي هدمره، لان انا نفسي مش متقبل حقيقتي، فانا بمثل على نفسي. احنا كنا بنتكلم على موضوع التلاعب وهو بالانجلش، وانا كنت بقرا الكتاب كان بيتكلم ان هو ده اسمه جاز لايتنج. وده التلاعب بيخليك تشك في ذاكرتك وفي احساسك وحتى في حكمك على الواقع. انا ازاي بقدر افهم ده للضحيه ان انت اللي بيتم ليك ده تلاعب؟ ايوه حضرتك. هو كلمه جاز لايت جت الحقيقه من فيلم انتج في 1940 يعني ايام الابيض والاسود. فالفيلم ده كان بيدور حول زوج وزوجة. الزوجة كانت عايشة مع عمتها وهي الوارث الوحيد ليها. اوكي. وثروات عمتها في البيت متخبية، ذهب وكده، مش بقى عقارات وكده زمان، ذهب وفلوس وحاجة زي كده. وهو عايز يحصل على هذه الثروات، فكل لما يجي يحاول ان هو يفتش في البيت علشان يحصل على هذه الثروات، مراته تطلع لان عارفه كل حاجه في البيت، والعمه بقت قاعده وتقريبا ماتت. انا مش فاكر الفيلم بالظبط. فهو قرر انه هيتلاعب بعقل الزوجه عشان تدخل مستشفى المجانين ويستولى على التركه،
والفيلم كله بيوريكي بقى التلاعب اللي بيحصل ما بينه وبينها، بيشككها في كل حاجه. حضرتك مثلا بتشربي دلوقتي الشاي، الكوبايه فضيت، يقول لك اخبار الكوفي ايه؟ انا بشرب شاي. قولي له انا بشرب شاي. شاي ايه؟ احنا طالبين كوفي مع بعض، انت نسيتي ولا ايه؟ مش فاكره اما قلتي لي مش عارف انا نفسي في كوفي؟ انا دخلت جبت لك كوفي. شاي ازاي؟ ويفضل مركز على الحته دي لغايه انت ما تتقهقري وتحس ان انت اللي غلطان. مش فاكره حتى الست لما جت او بتاع البوفيه لما جه وقال في، قلنا له سالته انا في كوفي، قال لي قلت له طب هات عشان مراتي عايزه كوفي. ده بيحبني، ده انه مهتم بيا، وهو ده فاكر تفاصيل حتى اللي ده انا فاكر تفاصيلي، واخده بالك؟ او يقول لها مثلا فاكره فلانه الفلانيه لما قلتي عليها كذا وكذا وكذا زعلت منك، بس انا لحقت الدنيا وصلحت. هي لا يمكن هتروح تسال فلانه الفلانيه انت قلتي عليها كذا او انت طبعا، فبتسلم، لان هو بالنسبه لها هو اللي لحق الموقف، فهو فبيفضل التلاعب ده او الجاز لايتنج ده لغايه ما يسيطر اجين على الجهاز العصبي ويشككها في نفسها ويخليها كل حاجه بتحصل لازم ترجع له كرفس، هو بقى المصدر. وهي شكت في نفسها وعندها لوم، بتلوم نفسها. هل الشخص النرجسي عنيف، او هل ممكن هو يكون العنف المنزلي يكون سببه شخص نرجسي؟ طبعا طبعا، من الصفات الرئيسيه والاساسيه العنف بوحشيه، لان هو شايف حضرتك الكويس اللي فيها هو هيتجنن منه، مش هيقول لها، انما هيضربها لاسباب واهيه، بس ممكن يطلع في الكلام انا مش قادر اشوفك. هو مش قادر يشوف الميزات اللي موجوده قدامه، فعايز يكسرها، عايز يدمرها باي شكل، والضرب بيوصل لوحشيه. وفي من النرجسيين المالجننت الخفي ليفل الوحش، ده زي السرطان كده. وبيوصل بقى لسايكوباتي، يتلذذ بالاذى الجسدي. لكن النرجسي عموما الضرب من الوسائل او الصوت العالي بزعيق بجنون، والشتاء طبعا استخدام الالفاظ يعني الشخص ممكن يكون مثلا مع حد مهم فيبقى بيتعامل معاه بشكل كويس، ويروح البيت يقوم ضارب مراته او ضارب عياله. واحد تاني خالص، هنا عمر الشريف وهنا مش عارف مين حد كاسر. طب احنا كنا بنتكلم على الشخص النرجسي خصوصا في المنزل، لكن هل انا ممكن ازاي اعرف لو انا مديري في الشغل او مديرتي في الشغل شخص نرجسي؟ يعني نصيحة أنا بنصحها، لأن إحنا دلوقتي عندنا زي ما بيقولوا كده في المحاضرات اللي إحنا بنحضرها والكورسات بقى ماسورة تشخيص. وبقى كل الناس تقول لكل الناس أنت نرجسي، وخاصة العلاقات الزوجية، وده مش صحي، أو في علاقات العمل، وده مش صحي خالص. أنا عشان أشخص النرجسي أنا محتاج واحد متخصص. احنا في اول الحلقه كاتبين انه من فضلك اللي احنا بنقول لا وده مهم ان حضرتك بتقوله، ان احنا مش بنشخص بعض، لا يمكن. لكن احنا هنا بنفهم. لكن وده الغلطه الكبيره اللي بعض الناس بيعملوها، بيخشوا على السوشيال ميديا او على الشات جي بي تي. كارثه، لانه الشات جي بي تي هيديله اللي هو عايزه. صح. ف ما علينا. فلو انا افترضت ان مديري في العمل فيه اذى، طيب انا ملتزم بحاجات، لو عرفت التزم بيها هرتاح. نمبر 1 التزم بدولاب العمل بتاعي، ده بيريح. ودولاب العمل يبقى مكتوب، انا عارف انا مطلوب مني ايه، فبالتالي مش هيتم التلاعب بيا. مفيش ما يمنع اني اعمل قلية البيت اكسترا، اوكي، او ماتش مور اكسترا، بس كله على دماغي. حتى لو الشخص التاني مش نرجسي مديري، بس انا عودته ان انا هقعد وان انا هشتغل وان انا هتعب. لو جيت ما عملتش ده بعد كده، ما انا عودته على العاده، يبقى انت فيك حاجه غلط، يبقى انت مقصر.
بس ده ممكن يحصل في الشغل مع الناس عموماً. العاديه. في ما انا العموم. بقول لحضرتك نمره 1 احتفظ بدولاب العمل. نمره 2 خليني واضح، ولو بيتلاعب بيا او بيتم التلاعب بيا ارجع للموضوع الرئيسي. حضرتك محتاج مني ايه، وارجع للدوكيومنتيشن. فانا الشخص لازم في كل الاحوال يدوكيمنت، يحط، يعمل حضرتك ميك شور ان هو كل حاجه مكتوبه. حضرتك في مجال الاتش ار، موثقة. انا اشتغلت شويه اتش ار، يقول لك ايه 3 رولز: دوكيومنت دوكيومنت دوكيومنت، وثق كل حاجه، كل شيء. والتوثيق هو اداه ودليل، الهدف منه مش اتهام ولا ايذاء الاخرين، الهدف منه تاكيد اللي حصل لي او حقوقي، لان انا نساي بطبعي، ربنا خلقنا البشر بينسوا. نمره 3 لما تقابلني مواجهه او مشكله، احاول ان انا احل المشكله مش هحل المشاعر. يعني اشتغل على الروت كوز مش على الاعراض. المشكله ايه؟ انا ما زدتش في المرتب، دي مش مشكله، انت كده رحت الناحيه العاطفيه، رحت ايموشن، والشعب المصري بطبعه ايموشن. ده حقيقي. يا ريس، فخلاص الرئيس بالنسبه له في جميع مجالات العمل اللي انا اشتغلت فيها بيدور على الرئيس، حد يقود العمل. الرئيس خلاص، فالرئيس بالنسبه له هو الصح. واللي بعد النقطه اللي بعد كده اعلم نفسي واثقف نفسي واعرف الفاليو بتاعي في الماركت في حته تانية. بس انا برضو دي الطرق اللي انا بتعامل بيها، لكن انا ازاي ابقى عارفه انه ده نرجسي اصلا؟ هل بسبب ان هو بيتلاعب بيا، ولا هو بياخد شغلي وبينسبه لنفسه، ولا هو بيقلل مني؟ انا مش عايز اقول ده شكل نرجسي، لكن انا عايز اقول بيأذيني. طب ازاي بيأذيك؟ اوكي. وكل اذى هتعامل معاه على حده بدون بحيد المشاعر. فحضرتك بتقول انه ما تحكمش على حد، لان انت مش هتقدر تاخده المتخصص، لكن تعامل مع الاذى بكل حاجه بطريقتها، بكل الطرق الصحيحه مش الطرق العاطفيه. الصحيح مش العاطفيه. ونصيحه صعبه على ناس كتير: بلاش المشروم ستايل. ايه بقى هو المشروم ستايل؟ المشروم ستايل حضرتك عارفه هاو يجرو مشرومز. بنحطه في اوضه ضلمه ونسيبه وهو يتكاثر مع بعض. مظبوط. المشروم ستايل في مجال العمل هو ان تلاقي مجاميع، وكل مجموعه عماله بتتكلم، ده فلان اصله، ده تعالوا، ده اصل ده، فبقت الدنيا كلها احكام مسبقه على الشخص، على الاشخاص. فانا تطبعت او اتحصل لي نمط ان انا وحش، او ان المدير ده مؤذي، او المدير ده عاطفي، فانا اتكلم معاه بالمشاعر واعيط بس قدامه واقول له انه مش عارف ايه. اتعامل بالموقف وحلل الموقف. هي موضوع مش صعب، مش سهل، لكن انا بقول كده ليه؟ حياتنا كلها عبارة عن تجارب ونجاحات، ومفيش نجاح بيجي الا بعد فشل. فلازم اتعلم ليه انا فشلت عشان انجح. اوكي. اديسون، كلنا سمعنا عن اديسون طبعا. لولا كان زماننا قاعدين في الضلمه. في الضلمه دلوقتي قاعدين الدنيا منوره. ولو ان نور حضرتك لا ربنا يخليك، اشكرك. بنورك هيغطي. ولكن اديسون اخترع اللمبه في التجربه رقم 200. مظبوط. لو كان وقف في 199 كناش الدنيا نورت. واكشلي يقال على اديسون، ويقال على ستيف جوبز، ويقال على كل الناس ديت ان هم كانوا نرجسيين في الحقيقه، وعشان كده هم كانوا ناجحين. يعني يقال على ناس كتيره في مجال البيزنس بالذات ان هم ناس كرييتيف وشاطرين شاطرين شاطرين، بس هم في الاخر هم ناس لا يقبلوا النقد ولا يقبلوا الراي الاخر. ولكن هو نجح ليه؟ هو نجح وخد الابيل وكل حاجه، لكن هو نجح ليه؟ علشان كان بيدور على اللقطه. فده بقى ربنا بقى حسابه، ماليش دعوه. لكن هو عاد عليا انا ايه في البشريه؟ عاد عليا بمزايا، ودي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. لو كل الناس ملائكه لا فسدت الارض. سمعت في مره حد بيقول النرجسيين دول كويسين قوي، سيبوهم للشغل، ما تتجوزهمش. يعني حاولوا تبعدوا عنهم في الجواز، لكن حتى يعني هو مش كده، هم موجودين في المجتمع ولازم نتعامل. حضرتك بيحصل انه الاب نرجسي او الام او الاخت او الاخ، طب هعمل ايه؟
هفهم. هتعامل وهتعلم، لان ربنا هو اللي اختار ده. هل في علاقة ما بين النرجسية والجنس؟ سؤال شائك. هو الجنس بالنسبة للنرجسي نوع من أنواع الشهوات اللي هيحصل عليها بأي شكل من الأشكال، فول ستوب، وهيحصل عليها استحقاق بصرف النظر عن الطرف الآخر. ومش بس كده، هيحصل عليها بالوسيلة اللي هو عايزها. يعني لو زوجة زعلانة من زوجها مش قادرة، مش هو ما عندوش التعاطف معاها اصلا، ما عندوش، هيروح يدور على واحدة. هو اوريدي بيدور طول الوقت عشان ما يقدرش يعتمد على علاقة واحدة، لأنه عارف إنه هيكشف. عشان احنا قلنا في خيانة في الموضوع. فبيروح يدور على واحدة تانية، وبتحصل خيانة أو ما بتحصلش. فلما مراته بتكتشف يقول لها أنت السبب، أنت مش عارفة تديني حقوقي، فتعمل جلد ذات لنفسها. وهو في واقع الأمر خاين متعدد العلاقات. وقد يلجأ في العلاقة دي، لو هي ست، تلجأ لراجل أوحش منها وأكبر منها، أو لو هو راجل يلجأ لواحدة مستوى متدني عنه، عشان هو اللي دايما شكله يطلع حلو، عشان ياخد شهوته، وفي نفس الوقت أنا بغذيكي وهي وقود لي. فيبقى هو رئيس كبير في العمل، وهي مثلا حد لسه ما دخلش. يعني مش عايز اسمي مسميات لانه لا حد لسه متخرج مثلا، او حد لسه ما لكن مستواها الاجتماعي مثلا، مش الاجتماعي، الوظيفي والاجتماعي اقل منه. فهو يديها لغايه ما يدخلها في علاقه تحت مسمى الحب ويسيطر عليها بصرف النظر عن هيقيم استغفر الله العظيم علاقه او لا. لكن هو انا سيطر على دي ودي ودي ودي, ودي. خلاص انا عندي وقود يكفيني، فاتعدد في العلاقات عشان ده هيديني وقود وهيديني الاحساس ان انا مرغوب فيا. والعجب انه في بعضهم ودي بتتحكي لي من عملاء كتير، لو هي ست او لو راجل عنده مشاكل مع هي cannot perform physically cannot intimacy، ما يقدرش يعمل علاقة، ما عندوش، ولكنه هيتهمها ان هي السبب، ان هي ما نجحتش انها تحرك في المشاعر. لكن هو اكشولي هو اللي عنده مصيبه، لكن هي will not realize المصيبه. طب روح لدكتور، طب ما فيش، ويخلف وخلاص. ما تفتحيش بقك انا خلفت، او هي تخلف وما تفتحش بقك انا خلفت، وتبتدي تتعامل معاه ان ده مكافأة. فابيوز مرعب. فهو الإجابة لسؤال حضرتك في علاقة، بس ده من طبيعته ملهاش علاقة بالشخص الآخر. يعني الضحية ممكن يكون أجمل إنسان على ظهر الأرض كخلقا وشخصية وحتى فيزيكال وكده، ولكن هي بتخون. ليه؟ علشان ترضي الغرور اللي موجود عندها، أنا مرغوبة. وفي نرجسيات بتقيم علاقات مع أخو الزوج أو ابن خالته أو ابن عمه، أقرب الناس ليه، للحصول على متعة. عارفة البليجر بتاع الأدرينالين، إن أنا بخونك مع حد قريب قوي منك وإنت مش فأنا مسيطرة حتى على ده، مش ده ابن عمك بس أنا مسيطرة عليه. عقلية صعبة قوي. لا ما أقدرش أقول مريض، ده مدرك كامل. مع فاكره زمان في الافلام مع سبق الاصرار والترصد. احنا لو في حد ضحيه مخدرات بنقول ان المخدرات اثرت فيه، لكن النرجسي هو اختياره ان هو يكون شخص حقيقي. هل الفلوس ممكن تزود النرجسيه؟ طبعا، هي من اهم الصفات السيطره الماليه. كل لما انا عندي فلوس كل لما انا هحرم وامنع ودي، احرم وامنع وادي. زي النمرود لما قال سيدنا ابراهيم انا احيي واميت.
فانا هرفدك وتاني يوم هعينك. واشتغلت مع هذه النوعيه، مع الاحتفاظ بالخصوصيه يعني. وكان لا يمكن يسمح بحد انه يستقيل، يا ويله لو استقال. ازاي بقى؟ هاخده وادلعه وازوده واعمله كل حاجه، وبعدها باسبوع هرفده لانه فكر يستقيل. مرعبين. فتبقى راحت عليك الشغلانه، فهو سيطر عليك بكل ما يمكن. وارفده وهحرجه قدام الناس كلها، ويجي يتحايل عليا، هقول له طب هفكر، ويذل اللي فيه. يا رب احفظنا. طب هل تنصح الضحيه ان هي تسيب العلاقه دي، ولا ازاي الضحيه دي تقدر تعيش في العلاقه دي؟ تمام، ده سؤال جميل وصعب. واحنا في مجالنا لا بنفتي ولا بنقول طلق. بالعكس، انا قد اكون وانا عامل فيديوهات بقول الطلاق ليس حلا. انا بتكلم على الست. الراجل ربنا اداله الرخصه. ومحاسب، طلق او ما طلقش هو محاسب. لكن الست في بعض الاحيان لو هي عندها اعتماديه ماليه كامله عليه، وده بيعملوه، خليها تسيب شغلها، يقول لها انا بغير عليكي. تكون ناجحه في العمل، يقول لها انا شرط انك تسيبي الشغل. جاي لها بعثه بره، مش موافق. ويفضل يقصقص. وبعدين لو ابوها بيديها، لا انت ما تصرفيش فلوس الا لما ترجعي لي. انا الراجل لازم يبقى لي كلمه عليكي. ازاي تروحي تشتري من غير ما تقولي لي؟ واخد بالك؟ لغايه ما يسيطر سيطره كامله عليها، فتبقى هي عندها اعتماديه كامله عليه، فما تعرفش تسيبه. وعندها اولاد، وهو مش بيصرف على الولاد، وبيحرم ويمنع ويفرق بين الولاد، ويقول لي ده انت حبيبي والتاني يضربه. ما هو كلهم ادوات، انا هشكلكم اللي مش معايا، يعني ماي واي اور ذا هاي واي. خلاص انت مش معايا، انا هرميك بره. والاولاد بيستسلموا على كده، ويطلع منها النرجسي ورا النرجسي ورا النرجسي، ويمتد العلاج. والنرجسيه جينات تورث، وقد تفعل او لا تفعل بناء على التربيه والبيئه والجو المجتمعي، حاجات كثيره. طب ازاي لو احنا في الحالة دي، ازاي الضحية تقدر تعيش علاقة مستقرة في ظل البشاعة دي؟ ما هو كلمة مستقرة بالتطبيع المجتمعي، ولا مستقرة زي ما ربنا أراد؟ لا يعني ان هي ازاي تعرف تتعامل هي شخصيا. حلو قوي، متفقين. طيب احنا في أول الكلام قلنا إن النرجسي ده مبعوث ربنا لهذا الشخص. علشان الشخص ده النرجسي ده بيمثل مراية. شوف الحاجات اللي انت محتاج تصلح نفسك فيها علشان تبقى ماشي صح، عشان تاخد الجنة بتاعتي. ربنا حكيم، فما فيش حاجة بتحصل إلا وليها مصلحة. لكن أنا بصطدم على رأي الدكتور مصطفى محمود الله يرحمه بالفصل الثاني من الكتاب بتاعي، ومهنك فيه، ولسه الكتاب كبير وآخرته أحسن كتير من أوله، بس بتعلم أو بصطدم إن أنا يعني مثال أنا لسه مدين امبارح جه في بالي يعني، وهسمحي لي إن أنا أقوله. اتفضل. النهارده أنا لما بختار المنتخب الوطني، واحنا هنتكلم على الكوره عشان كلنا بنحب الكوره، كلنا فاهمين. المنتخب الوطني، الناس اللي اختاروهم دول مش دول المفروض احسن ناس؟ طيب لما انا اخترتهم ككابتن او كمدرب، مش انا هدخلهم في معسكر تدريبي اكسرهم فيه مفروض عشان يأدوا احسن اداء في الماتشات؟ مفروض. ربنا بيعمل معانا كده. ده انا اخترتك دونا عن كل الناس دي عشان تقوم بالمهمة دي، فعشان تقوم بالمهمة دي انا هأعدك عن طريق انك تدخل معسكر تدريب. بس ده حاجة اسمها الرضا بالنصيب او الرضا بالمكتوب ليا، لكن ماشي. انا بس بعد ما ابقى خلاص انا رضيت بامر واقع، او انا خليني اقول مش كل الناس بتبقى راضية، بس انا لو همشي بنفس الفكرة، انا لو مغلوب على امري اعمل ايه في العلاقة نفسها؟ ماشي، انا مغلوب على امري لان انا سمحت ان يتغلب على امري. فايه اللي اقدر اتعامل بقى؟ مثال الست اللي بتتضرب من الزوج النرجسي، هي مستنيه علقه الموت عشان تاخد اكشن؟
بقى لها 7 سنين بتتضرب مثلا وانا حضرتك بقول قلت أنا على ما فكره أقدرش، ما ده هي ما تقدرش تسيب جوزها. ماشي، بس بقى لها 7 سنين من دي 1. انا سمحت بده ليه؟ تحت مسمى انه بيحبني. وهي ما كانتش مدركه انه بيحصل غلطه وعدت، انا اللي بعدين لا ولاعب يا فندم، مشاعرها وقال لها انت اللي ماشي. طب غلطانه. انا ليه اديت مشاعري من غير ما ادرس صح؟ يبقى انا عندي الحته دي لازم اشتغل عليها، وعندي الحته دي يعني انا فاهم حضرتك، بس احنا الحقيقه انا دلوقتي في الموقف، يعني انا لو مدركه ان حضرتك بتقول الكلام دوت من الاول، انا كان لازم اعمل كده، بس انا دلوقتي اكتشفت ان انا مع شخص نرجسي. ماشي كويس قوي. وانا مش قادره هعمل زي ما انت ايه؟ بتقول، هو هرجع الاعتماديه على نفسي. انا كنت عندي اعتماديه كامله عليه، لانه هو ده اللي بيغذي المشاعر عندي، وبناء عليها انا سلمت نفسي. فانا لازم ارجع اعتمد على فانا نفسي. ارجع اعتمد على نفسي، ارجع بقى اشتغل لو اقدر اشتغل، ارجع ادي الحب ده لاولادي، اخد الحب من نفسي لنفسي، احب نفسي زي ما ربنا بيحبني واداني كل الميزات اللي انا موجوده عندي. وحضرتك قلتي كلمه كويسه جميله قوي، الرضا. صح. لكن انا هقول حاجه تانية. مم. احنا عندنا فرق كبير قوي بين الاستسلام والتسليم. مم. التسليم معناه ان يا رب الشخص ده كده مم. وانا معاه، فانا مسلمه ان هو كده ومش مم. هيتغير. طب اعمل ايه؟ استسلم بقى واخد الاذى واعيط واقول الحقوني؟ فالتسليم هنا قصدك ان انا قبلت. تسليم بالواقع، انا قبلت ولكن الواقع انه خلاص هو كده، هو مش هيتغير، فانا لازم اشتغل بقى. اشتغل بقى على اعمل نفسي. ايه؟ زي ما حضرتك بقى مشكوره، انت مثلا فتحتي باب باستضافتك ليا او لغيري، نورتني. فبنتكلم فبنوعي ادراك المشاهد. مم. بيقع في ايده كتاب، وربنا سبحانه وتعالى بيستخدم كل حاجه. كريم. صح. صح. وحضرتك انا 100%. عامل فيديو بقول فيه انه بيحصل مراحل كده لغايه ما يحصل الكليك ده، انه ده شخص نرجسي. اقرا كلمه بقى في كتاب، او حد يقولها لي، او اشوفها في فيلم، وابتدي اتعمق وادرس زي ما حصل معايا وزي ما بيحصل مع ناس كتير. انا طبعا موافقه حضرتك جدا في اللي حضرتك بتقوله، بس كمان عايزه اخد راي حضرتك في حاجه. وانا بحضر للحلقه دي كنت بقرا في كتاب، فكانت الكاتبه بتتكلم انه اكتر حاجه بتغذي الشخص النرجسي ان هو انت تتخانق معاه. فمثلا قصه صاحبتي ديت اللي هي بتاعت رحنا الهرم ما رحناش الهرم، هو انت كده غذيت عنده الحته دي فهو قلب عليك. فبتقول لك انه افضل حل للتعامل مع النرجسي هو ان انت تتجاهله تماما، او مش انت مصدق في كده خلاص انت تمام. هل ده حاجة فعلا حقيقية نتعامل بيها مع الشخص النرجسي، ان انا اقرر انه تمام انت لو انت بتقول كده صح؟ بالنسبه لاضطراب الشخصيه النرجسيه، ففي علم النفس الاضطرابات متقسمه ل3 كلاسترز او 3 مجاميع، المجموعه A ومجموعه B ومجموعه C. في المجموعه B اللي فيها الشخصيه النرجسيه هي مصنفه حسب الصفات. فالمجموعه B هي الصفه الرئيسيه اللي عندهم الدراما. النرجسي بيعشق الدراما، لان الدراما هي الحاجه اللي بتخليه يخرج كل الناس اللي حواليه عن وعيهم، عن شعورهم، فبالتالي يؤتوا بردود افعال يستغل هذه ردود الافعال ويضربهم في مقتل. فافضل حاجه هي التجاهل زي ما حضرتك تفضلتي كده. ودايما عندنا انا كتبتها في الكتاب بتاعي اللي الفته عن النرجسيين، بقول فيها لا تغذي الأنا بتاعته ما تغذيهاش. التجاهل ليه بقى أساليب كتير، لأن هيقولك طب أنا أتجاهله هيزعل ويزيني لا، هو التجاهل ليه أساليب كتير. من ضمنها إن أنا ما اديلوش رد فوري، لأن النرجسي بيشتغل على بروجرام، أقصى ما عنده بروجرام ماشي بيه، فبيعتمد في أسئلته على إنه كل حاجة جاية من عنده خارجة منه مشحونة برصاصات الابتزاز العاطفي. فكل جملة مليانة كم من المشاعر والابتزاز العاطفي. فأنا ممكن أشتري وقت يتجنن أو ما خدش الإجابة، عن طريق إن أنا أقول له إيه، والله وجهة نظر مش بطالة هفكر فيه، أو إن شاء الله ربنا يسهل.
ما عنديش رد دلوقتي. او اسلوب تاني، والله انت عندك قناعه انك بتفهم احسن من اي حد في الدنيا، فانا مش هالك نفسي في اقناعك بعكس ذلك. واسلوب تاني، والله ده رايك بس انا ليه راي، فاحتفظ برايك نفسك وانا هحتفظ برايي بنفسي. واسلوب تاني، انا مش مقتنع بالكلام اللي انت بتقوله، لكن انت من حقك انك انت تقول، لانك رجل او انك ليك صفه وليك شخصيه، بس كلامك مش مقنع ليا في الوقت الحالي. فانا بشيل من الجمله المشاعر، بعمل لها ايه، دايسكشن كده زي ما بيقولوا، او تشريح. ان انا هشيل المشاعر منها، فبقت الجمله مش محمله بالرصاصات العاطفيه، فحرف اتعامل معاه. هو بيهنج، عقله بيهنج ان هو متعود هيحصل على الاجابه دي، فيخش ويتخانق ويعشق الدراما ويخلق الدراما. وبيعملوا الدراما يا فندم امتى؟ في المواسم، في الاعياد، في المناسبات. خطوبه اختها هينكد عليها ويوصل لمرحله انه ما تروحش اول فرح، عيد ميلادها، عيد رمضان، مش عارف حفله، هي هتتكرم من الشغل بتاعها، كل الحاجات دي، عيد ميلاد ولادهم، اي حاجه مناسبه بالنسبه له بتمثل تهديد، انا هيتسحب مني الاتنشن، الاضواء هتتسحب، انا لن اسمح بهذا. هل النرجسي يعالج؟ نقول هي او لا، نقول لا الاول ولا نقول الاول؟ حضرتك اللي تقول لي. هل انا ممكن اعالج شخص نرجسي ولا خلاص انا بقبل ان هو كده؟ هو المشكله الرئيسيه في النرجسي ان هو مش معترف ان عنده مرض. فالنرجسي اللي بيحصل انه جميع المترددي على عيادات الاطباء النفسيين او الاخصائيين النفسيين او اللايف كوتشز هم ضحايا النرجسي، لكن النرجسي ما بيروحش، ولو راح بيروح لهدف انه يا اما هيطلع الراجل ده ما بيفهمش، يا اما هيقنع، وده بتحصل كتير مع بعض الاخصائيين او الدكاتره النفسيين اللي دارس كويس قوي بس خبرته في التعامل مع الناس دي وكلنا معرضين ليها، هيصدقوا، لانه محترف يا فندم، ممثل بارع بيجيد جميع الادوار، فهيقنع الدكتور وهيقلب الدكتور على الضحيه، فالضحيه هيحصل لها كونفيوجن اكبر، فهتلوم نفسها وتجلد ذاتها وتقعد في بيتها تعيش لها 2-3 كمان على الحساب. لكن يعالج امتى؟ لما يقول انا نرجسي ومحتاج اغير من نفسي. دي نسبتها قليله قوي. ما هو ابليس ما غيرش من نفسه، والنرجسي واخد القاموس الابليسي وبيطبقه. مش ان انا بقول يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لكن احنا بنتكلم في لكن احنا يعني لا بنحاكم ولا بناخد، مش يعني بندين حتى. لكن انا بقيم. فتقييمنا وتقييم جميع العلماء النفس والابحاث قال لك من المليون حاله واحده هي اللي بتتعالج، من كل مليون حاله. وده مش تثبيت لهمه الضحايا، ولكن اللي انا عايز اقوله الضحايا افقدي الامل في تغييره وابدأي في التغيير من نفسك، او افقد الامل في تغييرها وابدأ في التغيير من نفسك. هو ده بالظبط اللي انا كنت عايزه اوصله في اخر حاجه، انه ازاي الضحيه تقدر تشتغل على نفسها عشان تسترد ثقتها في نفسها وتبتدي تعيد بقى كل اللي حضرتك قلته ده بقى تاني لنفسها. تمام. هو طبعا الحمد لله ان في ناس كتير بتتكلم وابواق كتيره محترمه جدا بتتكلم، والسوشيال ميديا اكسسبل والدكاتره النفسيين اكسسبل، ولو حتى ساعات بتبقى المصاريف في غير قدرة الشخص، ولكن أنا لازم أستعمل كل السبل والوسائل اللي ربنا اداهاني، وإحنا مقصرين. وأول وأهم تقصير في الحتة اللي كل الأغنياء العالم لما بيتسألوا في انترفيوز يقول لك الحاجة اللي أنا ندمان عليها أني ما عملتهاش كفاية هي القراءة.
صح. وتلاقيهم يعني واحد زي ستيف جوبز بيقول لك انا كنت بقرا 3 ساعات في اليوم وانا مقصر. وارن بافيت يقول لك انا كنت بقرا 4 ساعات في اليوم ومقصر. ليه يا فندم؟ لان القراءه بتديكي الفاكتس، صح. والفاكتس بتديك الحكم. طول ما عندي الفاكتس كلها هحكم على الامور وهاخد قراراتي. انما لو الفاكتس ناقصه وباخد قرارات، الحقائق، القراءه بتديني حقائق. بالظبط. وانا مش بس القراءه، الجا للمتخصصين. مفيش ما يعيب ده. احنا في ديننا ايا كان الديانه بنلجا للشخص المسؤول او المسؤول الشخص في هذا الدين وبنستشيره. طيب ما تلجا للاخصائي النفسي. ناس كتيره قوي بتقاوم هذا. حاجتين بيقاوموا: الاسنان والنفس. لسه كنت بقول انه احنا لو انت تعبان، لو عندك القلب بتروح لدكتور قلب، لو محتاج حتى تخس بتروح لدكتور دايت، لكن لو عندك مشكله نفسيه بتفتح تشات جي بي تي يعني. ودي كارثه الحقيقة. او بتقابل برفض من داخلك ومن اللي حواليك. هو انت مجنون يا ابني ولا ايه؟ زمان حضرتك ما حضرتيش الكلام ده يعني، بس انا حضرته. كان يقول لك مستشفى الامراض العقليه في العباسيه، مشهوره جدا. ايوه طبعا معروف. واحنا كنا نقول مستشفى المجانين والافلام والمهرج فعليا هم غيروا اسمها بعد كده مستشفى الامراض العقليه والنفسيه. واخد بال حضرتك؟ لانه كلنا عندنا امراض نفسيه وده طبيعي. مفيش حد ما عندوش يا فندم. عايزه تفهميني ان الانسان من ساعه ما اتولد لغايه عمره الحالي كل حياته فيها امان؟ كان في خوف، لحظات خوف كتيره واتخزنت في العقل الباطن وبتطلع مع تريجرز من غير ما يفهمها. شكرا يا أستاذ عماد، وشكرا ليكم. وفي نهاية الحلقة يمكن أهم حاجة ممكن نكون بنطلع بيها النهاردة إن احنا فهمنا للنرجسية مش هدفه إن احنا نصنف الناس أو نحكم عليهم زي ما أستاذ عماد كان بيتكلم، لكن إن احنا نفهم نفسنا أكتر ونفهم إزاي العلاقات بتأثر علينا وإمتى بنقدر نحط حدود تحمينا من الأذى النفسي. في علاقات بتسيب أثر وفي تجارب بتغيرنا، لكن الأهم إن احنا منفضلش عايشين في نفس الدايرة من غير وعي. لو حسيتوا في كلام النهاردة إنه هو لمس حاجة جواكوا فده مش ضعف، دي بداية وعي، والوعي هو أول خطوة زي ما كنا بنتكلم للتغيير الحقيقي. شكرا لوجودكم معانا في أوبن مايك، وشكرا لضيفنا الأستاذ عماد الضفراوي على الكلام المهم والعميق اللي اتكلمنا فيه النهاردة. ونشوفكم الحلقة الجاية وموضوع مهم وموضوع جديد في أوبن مايك. معايا أنا ساندي فخوري.